قارنت باي حاجه تانية، فهيكون الغالب طبعا هو نيو هير لوشن. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر. ثانية محتاجين ننزل بالمستوى شوية. هرد على الفيديو اللي البسيط عمله، هقول لكم تعريف بسيط بيا، تعريف بفارماكوجون، ايه الهدف من القناة، ايه هي مصادر الربح، ايه هو البيزنس بتاعي او هو قائم على ايه، وهرد برضو على الادعاءات اللي البسيط قالها، سواء ان انا بهاجم الناس عشان الشهرة او ان انا بهاجم الناس اللي عدد الفولورز بتاعهم اعلى. هل انا بعمل كده؟ ولو بعمل كده بعمله ليه؟ تصميم الصمنيل بتاعي، وهل انا ببيع لانجري وحاجات غريبة كده البسيط دخلها في الموضوع، وتجنب ان هو يتكلم عن النقطه الاساسيه وهي ان نيو هير لوشن منتج مكانه الزباله. كبدايه انا عمر حسين، عندي 22 سنه، صيدلي كلينيكي جامعه المنصوره، في سنه 5، يعني دي اخر سنه ليا في الكليه وبعدها هتخرج. وما خبيتش الموضوع ده نهائي، لان في جروب الفيسبوك اللي عندي هتلاقي ان انا رابط بالصفحه الشخصيه. الصفحه الشخصيه بان منها كل حاجه، غير ان انا اصلا كنت من حوالي 6 شهور كنت منزل بوست على اليوتيوب بقول ان انا هقعد فتره مش هنزل فيديوهات بسبب ان انا عندي امتحانات، والناس قالت لي ربنا يوفقك، وفي ناس سالتني انت في سنه كام، قلت لهم انا في سنه رابعه هتخرج السنه اللي بعد الجايه، وكل الكلام الحلو ده. لو دخلت عندي على الويب سايت فهتلاقي ان انا عامل ميديكال ديسكليمر ان انا مش ميديكال دكتور نهائي. ما سميتش القناه بتاعتي دكتور مثلا عمر، انا مسميها فارماكوجون، وهقول لكم دلوقتي معنى الاسم دلوقتي. برضو لو دخلت عندي على البايو بتاع اليوتيوب مش هتلاقي ان انا كاتب كلمه دكتور نهائي، انا كاتب كلينيكال فارماسيست. يعني انا عمري ما انتحلت صفه ان انا طبيب، ولا عمري قلت ان انا طبيب، ولا عمري قلت ان انا بطبب الناس. وفي فيديوهاتي دايما كنت بقول استشر طبيبك اولا، او مثلا استخدم كذا بعد متابعه الطبيب، او خد راي طبيبك الاول. دي دايما كلامي مع الناس، وعمري ما انتحلت صفه طبيب. بدايه فارماكوجون كانت ان انا كان عندي شغف بعلم الفارماكولوجي او الاستخدام الامن للادويه، وكنت دايما بشوف ان الناس بتخاف من ادويه معينه. يعني في دايما كده تحس ان في ناس بتخوف من الادويه بدون اي سبب. فانا كنت عملت فارماكوجون الاول ان هو عباره عن موقع تلاقي ان هي ارتكلز مكتوبه بالعربي، كنت بشرح فيه الادويه، الاستخدام الامن، طريقه العمل، الاعراض الجانبيه، الاحتياطات، الاستخدام. طبعا هي دي فكره موجوده في قنوات كتيره، بس انا دايما كان عندي الطابع الخاص بيا ان انا كنت بكتب بعد ما بعمل الريسيرش بتاعي. ومن الموضوع ده ان انا قعدت اعمل ريسيرش وادور واكتب واحاول ان انا اثقف نفسي، فانا بقى عندي خبره قويه جدا في قراءه الدراسات، زي ما يقولوا كده شم ريحه الحاجات الوحشه من الدراسات، او شم ريحه ان حد بيحاول يبيع حاجه والحاجه دي تعتبر نصب. جميل. في بدايه تصميمي للموقع انا كنت بحاول ان انا ادور على مصدر ربح من القناه ذات نفسها عشان ما اشتغلش الحاجات التانية. يعني انا كنت فاتح لسه الموقع، وكنت شغال بيرسونال ترينر في جيم، كنت ببيع اونلاين اكسسوارات تليفونات، مش ببيع لانجري ولا حاجه، كنت ببيع اكسسوارات تليفونات. جميل. بعدها قلت لازم أن يبقى الفارماكوجون مصدر ربح عشان ان انا اعرف اتفرغ ليها واوسعها واعمل فيديوهات على اليوتيوب، وابتدي ان انا اكبر القناه. فانا من مبادئي ان انا مش عايز ابيع منتجات. يعني كان ممكن مثلا اخد سكه ان انا اخد افيليشن لينك لموقع اي هيرب، اخد افيليشن لينك للموقع ده، اركز ان انا اجيب فولورز، اقول للناس اللي هي عايزه تسمعه زي المنتج ده مثلا رائع، المنتج ده جميل، واعمل فيديوهات قصيره. وكان زمان دلوقتي عندي مصادر ربح كتيره، بس انا قلت لا، انا لازم يكون مصدر الربح بتاعي مش يجي على حساب مبادئي ولا حساب ان هو بيروج لحاجه. لازم ان المعلومه تكون صحيحه 100%، واقول لكم الحاجات اللي انا بستخدمها ذات نفسي. يعني انا مثلا لو عندي صلع وراثي فهعمل 1 2 3 بناء على العلم اللي انا اتعلمته، فانا هنقل للناس ال 1 2 3 بشفافيه ومن غير نصب ولا لف ولا دوران. فانا كنت بدور على مصادر للربح قانونيه ينفع ان انا احطها عندي في الموقع، وفي نفس الوقت ما تضرش المصداقيه بتاعتي. فجات لي فكره ان انا في الاول احط اعلانات على الويب سايت ايام ما كان في مقالات، بس لقيت ان الاعلانات والحاجات دي ممكن مثلا تكون اعلانات اباحيه، ممكن تكون اعلانات انا بره عني لان جوجل ادسنس هو اللي بيحطها، وفي نفس الوقت مش هتديك المبلغ اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت بوظت شكل الموقع، وانا ما بحبش شكل الحاجه تكون بايظ. فقلت لا، بلاش اعلانات على الموقع. فبعدها فكرت ان انا اعمل استشارات الكترونيه. يعني ايه استشارات؟ يعني ان الناس بتتكلم معايا او بتحجز وقت، ان انا اقدر فيها اكلمك يا اما فويس كول او فيديو كول. هو كان في الاول فيديو كول، بس انا ضفت الفويس كول بناء على رغبه الناس، ان انت تكلمني فيديو كول، اجاوب على كل استفساراتك، اصمم لك خطه علاجيه تمشي عليها. يعني انت مثلا ينفع معاك الزراعه ولا ما ينفعش معاك، مروج لك لحاجه ولا اعمل لك اي حاجه، لا انا بقول لك حاجه مناسبه لحالتك، وبرد على كل استفساراتك. فقلت جميل، يعني انا هعمل ده اول مصدر للربح اللي هو الاستشارات، وتاني مصدر للربح مثلا اعلانات اليوتيوب بعد ما افعلها، وممكن برضو ان انا اسوق لخبراتي السابقه اللي بقالي
3 سنين او 4 سنين بيرسونال ترينر، مدرب شخصي، واحطها على الموقع. فدي مصادر الربح اللي انا اتفقت ان هي هتكون موجوده على موقع فارماكوجو. جميل. والهدف منها الاساسي هو ان انا ما كنتش عايز ان انا اروج لمنتجات، لان انا عارف ان انا كده كده بعد فتره كان السبسكرايبرز هيزيدوا، الفيورز هيزيدوا، فيبقى عندي اقبال، فممكن الناس مثلا تكلمني اروج لها للمنتج ده واعمل لها كذا. وانا ضد الموضوع ده، لان لو المنتج بتاعك اللي انت عايزني اروجه لك ما فيهوش مصداقيه، ما فيهوش امانه، ما فيش دراسات بتدعم كفاءته، ما فيش بيانات واضحه وصريحه لطريقه العمل والفوائد والاعراض الجانبيه، فبصراحه الكلام ده بره عني. والموقع ده هيفضل رسالته الاساسيه هو الاستخدام الامن للادويه والتثقيف عن الفارماكولوجي او العلم الدوائي. جميل. ليه انا عملت فيديوهات عن نيو هير لوشن؟ في الاول انا اول لما شفت منتج نيو هير لوشن لقيت ان في ناس كتير بتتكلم عليه، في منتجات كده غريبه، وشميت ريحه حد فاكر الاعلان بتاع زمان اللي هو يعاد الصحراء الى واحه، اللي كان بيتعرض على التلفزيون لشخص كده اقرع يقول لك استخدمت منتج مش فاكر اسمه حتى وحول لي من الصحراء الى واحه. وكان دايما قبل الفيديو ده كان مثلا تلاقي فيه قران شغال او ايات قرانيه، وبعدها يجي اللي هو بتاع مروج الاعشاب اللي يقول لك باذن الله هتشفى جميع الامراض، والناس لو كلمته تلاقي الكورس العلاج ب 5000 جنيه. فانا حسيت من نيو هير لوشن ان هو نفس الفايب دي، فانا قلت ان انا لازم اعمل فيديو اوعي الناس عن ان منتج نيو هير لوشن ما ينفعش ان انت تستخدمه بديل للفينوستريد والمينوكسيديل زي ما الناس روجت له، ما ينفعش ان انت تعتمد عليه نهائي، لان انت كده بتضر بشعرك على المدى الطويل، ممكن تخسر نتائج كتير جدا. اول ما عملت الفيديو ده انا ما كنتش عارف اصلا ان الفيديو هاي فايرال، ولا هعرف ان الفيديو اصلا هيبقى ترند. انا عملت الفيديو عشان اثقف الناس او العدد القليل اللي عندي. جميل. فبعدها لقيت ان الفيديو جاب ناس كتيره، بس الناس كتيره كانت بتهاجمني من غير اصلا لما تتفرج على الفيديو. يعني انا كنت بقول حاجات معينه في الفيديو، قلت لو انت عايز تستخدم نيو هير لوشن فاستخدمه كعلاج ثانوي مع العلاجات الاساسيه لو انت مثلا بتحب الطبيعه او عايز تجرب المنتج، انما ما ينفعش مثلا انك ترمي الفينوسترويد او المينوكسيديل وتعتمد عليه تماما. الناس كلها بقى تقول لي انت ما تفهمش حاجه، النيو هير لوشن بعمهم انا استخدمته في شهر طلع لي شعري ويولع الفينوسترويد والمينوكسيديل وبلا بلا بلا كلام كده. طبعا الكلام تحس ان هو متبرمج، يعني الناس بيقولوا نفس الكومنتات، بس انا عديتها. بعدها لقيت ان صناع المحتوى في العالم العربي بداوا يعملوا على نيو هير لوشن ويعملوا ترند، وكلهم بيعظموا فيه من غير ادله علميه، يعني كلهم بيكرروا نفس الكلام من غير ادله علميه، كلهم بيقوموا بواجبهم ككونتنت كرييشن، مع ان في ناس منهم كاتبه على قناتهم دكتور. فانا الموضوع ده ضايقني، يعني هو ازاي الناس اللي عندها ارقام كبيره بتقول كده عن منتج نيو هير لوشن؟ مفيش حد طالع يتكلم عن ان المنتج ده مثلا مغشوش بمونوكسيديل، او المنتج ده ما ينفعش بالمكونات الطبيعيه اللي فيه دي، او المكونات اللي فيه ان هو يعمل النتائج دي. مفيش حد اتكلم عن كده نهائي، يعني مفيش حد شامم ريحه السمك او ريحه الزفاره اللي في الموضوع ده غيري. فعملت نيو هير لوشن مكانه الزباله الجزء الثاني، وبرده الناس هاجمتني، مع ان كان في معظم الناس الفيدباك ان هي ايجابيه، المنتج ما عملهمش حاجه، المنتج فعلا تحس ان هو مغشوش، المنتج بيسبب لبعض الناس زي اعراض زي المونوكسيديل، المنتج ما عملهمش اي نتيجه. اراء ميكسد كانت مكتوبه في الكومنتات. بعدها عملت اخر فيديو اللي فيه اتكلمت عن 3 صناع محتوى، وكنت بقول هل انا غيرت رايي عن منتج نيو هير لوشن ولا لا. طبعا انا في تصميم الصابنيل اللي هي الصوره المصغره اللي بتتعمل على الفيديو بتاع اليوتيوب، حطيت صوره للثلاثه على اساس ان انا بقول رياكت عليهم، مش معناها ان انا مش حاطط صورتي في الموضوع ان انا كده مش شايف نفسي معاهم ولا شايف نفسي زيهم. لا، هي الفكره كلها ان انت لو حطيت 4 اشخاص في الصامنيل الشكل هيبقى مكعبر قوي كده وعلى الفاضي، انما انا حاطط الثلاثه على اساس ان انا فارماكوجون بعمل رياكت على الثلاثه دول وهل هم غيروا رايي ولا لا. ولما جيت اتكلمت في الفيديو ده فانا قلت ان البسيط هو شخص عمل عمليه زراعه، نتيجته كلها مش زراعه ونتيجته كويسه، بس هو دلوقتي بيروج لنيو هير لوشن عن طريق الافيليشن لينك، عن طريق فيديوهات اليوتيوب، وعن طريق ان هو بيبيعه بالقطاعي في مصر. وما قلتش حاجه غير كده، يعني قلت عيب ان يكون نتيجتك من الزراعه وبعدها تروج لمنتج نيو هير لوشن ومحتواك كله عن نيو هير لوشن قارنت باي حاجه تانية، فهيكون الغالب طبعا هو نيو هير لوشن. حتى انت طلعت عملت فيديو بتدافع عنه وداخل بتشتمني في الفيديو بتاعك وعامل منشن للناس التانية على اساس ان هم يقفوا في صفك وان انا خلاص بقيت الشرير وبتشغل لي القرآن في الفيديو بتاعك وحاجات اغرب من العجب، مع انك برضو ما جاوبتش على الحاجات الاساسية اللي انا قلتها، وزي ما تقول كده بتراوغ في الكلام. سؤال هنا بقى مهم، هل في تحكم من شركات ال FDA على السوق العالمي، او مثلا منتجات الطبيعة شركة ال FDA بتحاربها؟ في الحقيقة لا. انت لو جيت تبص على معظم الادويه اللي في السوق فهتلاقي ان هي مصدرها من مصدر طبيعي، بس الفكره كلها ان النبته ذات نفسها لو جبناها فهي ما بيكونش فيها ماده فعاله واحده، بيكون فيها اكتر من ماده فعاله. فايه اللي بيحصل في التصنيع الدوائي؟ ان احنا بنستخرج الاكتيف كونستيتوينت او المكونات الفعاله، بنركزها بتركيز معين يكون ليه فارماكولوجيكال افكت ويقلل السايد افكتس، وبعدها نحطه في المنتج ده نعمل عليه دراسات او كلينيكال ستاديز
نشوف الافكت بتاعه والميكانيزم اوف اكشن والسايد افكتس عشان نحذر الناس وعشان نطور من العلم الطبي بتاعنا او الصيدله. انما مثلا زمان خالص قبل ما يكون في شركات ادويه او قبل ما يكون في الكلام ده كله، كان مثلا الناس ممكن تاخد العشبه وبعدها تبتدي تاكلها. طبعا ده ولا احنا بنتحكم في الماده الفعاله ولا بنتحكم في التركيز ولا بنتحكم في الفوائد ولا الاعراض الجانبيه، لان زي ما انت عارف او زي ما الناس المفروض تكون عارفه، مفيش حاجه اسمها دواء سام ودواء حلو. هي الفكره كلها في جرعه. يعني مثلا ممكن دواء يكون حلو لشخص، اعلي الجرعه بتاعته شويه يوصل للسميه بتاعته يبقى دواء سام. فعشان كده مفيش حاجه اسمها ان شركات الادويه بتحتكر السوق ومش عايزه الطبيعه الحلوه الجميله هي اللي تحكم، وان السر في الطبيعه وان علاج الصلع في الطبيعه، لان مفيش الكلام ده. يعني دايما من زمان كان في دايما اللي هو الشخص الدجال اللي يقول لك انا عملت خلطه خلاص هتطلع لك شعرك، وهو اصلا كان شخص اقرع. يعني الموضوع ده من زمان جدا. وبعدها مثلا زي ما قلت لك على قنوات التلفزيون يجيبوا يشغلوا قران ويقول لك العلاج من عند الله، وبعدها يبيع لك منتج غالي جدا ومكلف ويقول لك ان بس خلاص، ويعتمد على ان الناس اول لما تشوف كلمه الله وتشوف قران فالحته الدينيه عندهم بتشتغل، ويقول لك ده استحاله المنتج ده يكون مغشوش، ده اللي بيبيعوا الشيوخ، مع ان في ارض الواقع هم بيعملوا عليك النصبايا بس بيبيعوها على هيئه الدين. فانت عملت كده بالظبط. يعني لو انت شغلت قران وشبهتني في فرعون، وبعدها في اخر الفيديو بتحاول برضو تماركت للمنتج من غير اما تجاوب على الاسئله اللي انا سالتها في الفيديو. بالنسبه بقى للاشخاص التانيين، انت بتقول ان انا هاجمت دكتوره منى. في الحقيقه ما هاجمتش دكتوره منى ولا حاجه. يعني دكتوره منى كانت عامله فيديو الروتين الثلاثي لعلاج الصلع الوراثي، كانت بتتكلم فيه ان شويه اعشاب بديله للمينوكسيديل والفينوسترايد، لان هي الخلطه دي تعتبر دي اتش تي بلوكر وفي نفس الوقت محفز نمو. انا بكل بساطه جاوبت على الاسئله دي وقلت ان الاعشاب دي ولا هي دي اتش تي بلوكر ولا هي محفز نمو، وقلت الكلام علمي، ولا هاجمت دكتوره منى ولا غلطت فيها ولا عملت اي حاجه من الكلام ده كله. انا الفكره كلها هي شخص حط فيديو على اليوتيوب، من حقي ككونتنت كريتور ان انا اعمل رياكت على الشخص ده واقول الشخص ده صح ولا لا، وانت كمشاهد تشوف هل ده منطقي ولا الشخص ده منطقي من غير حياديه. يعني انت مثلا ممكن تكون بتشوف شكل كده اللي هو تستفز، الواد ده رخم، الواد ده شكله وحش، الواد ده قبيح، بس انا مثلا بقول كلام صح. ما ينفعش مثلا ان انت تقول عشان شكلي وحش وقبيح يبقى انت كلامك غلط. يعني انت الكلام ده يعتبر ان انت ما بتعرفش تحلل الكلام. بعدها جاب سيره عمرو خاطر. عمرو خاطر بصراحه انا لما راجعت الفيديو بتاعي فانا غلطت شويه لان انا قسيت عليه، بس انا كان الهدف بتاعي يعني مش ان انا اغلط في عمرو خاطر. يعني لو اي حد بيفهم وبيحلل هيعرف ان انا قلت الكلام ده على عمرو خاطر لان انا كنت شايفه ان هو يبقى احسن حاجه احسن من كده. يعني انا قلت في الاول ان هو كونتنت كريتور تجربته بسيطه مع الادويه، فهو ما يعرفش غير الكلام ده، بس انا لقيت ان هو فعلا بيفهم وعارف في الفينسترايد والمينوكسيديل وبيعرف يقرا، وشخص فعلا يعني بيعرف يعمل ريسيرش وممكن يستغل الفولورز اللي عنده دول بصوره تانية ايجابيه. بس هو عالق في حته اللي هو ايه، الكليكي بيت والعناوين الكذابه والسبنيلز المستفزه واللي هي الحاجات دي. انا شايف ان هو عشان مثلا ينط النطه الجامده او ينط النطه اللي بعديها ان هو لازم ان هو يغير من طريقه عرضه للمعلومات، وحرفيا الناس هترجع تاني تحبه، هتلاقي ان هو القناه بتاعته بتزيد. مش لازم ان هو يفضل دايما في الركن اللي هو بتاع المنتج الذي اخفاه عنك الاطباء والكلام ده كله. فده كان قصدي لما انا قلت ان عمرو خاطر بيستفزني. انا مش قصدي مثلا ان عمرو خاطر ده انسان وحش، لا، انا قصدي ان هو مستفز لان هو في حته معينه هو المفروض يطلع منها. وبعدها جاب سيره دكتور رضا. دكتور رضا انا ما قلتش عليه اي حاجه، انا قلت ان هو دكتور في حاله، بس هو لما بيجي يقول المعلومات بتاعته بيعتبر بيرص الكلام اللي موجود على جوجل من غير اما يكون بيحلله ولا بيشوف الدراسات بتاعته وراها ايه. وده مش نتيجه ان هو عمل فيديو عن النيو لوشن، ده نتيجه ان هو كان عامل فيديو تاني عن الكافيين وبيقول ان هو بديل للمينوكسيديل ويعتبر دي اتش تي بلوكر. فانا كنت كتبت له في الكومنتات ان الكافيين ليس دي اتش تي بلوكر. فبعدها جاب لي مصدر من الهيلث لاين، قلت له الهيلث لاين مش مصدر، وغير كده هي مش بتقول ان هو دي اتش تي بلوكر، هي بتواجه احد تاثيرات الدي اتش تي انما مش بتقلل الدي اتش تي ولا تعتبر اندروجين ريسبتور بلوكر. فعشان كده انا قلت ان دكتور رضا بيقرا المعلومه وخلاص وبيترجمها لكم. ده مش معناه ان هو دكتور وحش. يعني مثلا لو انت دكتور او صيدلي فهم مش بيعلموك في الكليه ازاي تقرا دراسات، فمش لازم مثلا ان كل الدكاتره والصيادله يكونوا بيقراوا دراسات. دي حاجه انا اكتسبتها بان انا بقالي سنين بقرا في الموضوع وبدعبس. مش لازم ان انا اكون مثلا بي اتش دي عشان اتكلم بدراسات، لا، انا ممكن يكون عندي خلفيه اني بحب اقرا، بحب اتطلع للعلم، بحب العلم الصيدلي، فبعدها بنقل لكم العلم ده مع شويه تجربه شخصيه عشان برضو اعرف افرق الحقيقه والخيال ومجرد الكلام على الورق. بعدها النقطه اللي بعدها بيقول ان انا بسرق محتوى كيفن مان اللي هو عنده قناه اسمها هير كافيه، وبعدها بقلده وبقلد برضو نفس الطريقه في الشتايم او المواجهه بتاعته. في الحقيقه انا بتابع قناه هير كافيه وبحب كيفن مان، محتواه كويس، محتواه علمي، راجل عارف هو بيقول ايه.
بس انا مش بالضروره ان انا بقلد كلامه، يعني في حاجات كتيره انا بختلف معاه فيها. يعني مثلا هو مش مشجع للديرما رولر، بيقول ان هي ملهاش لازمه. انا بحب الديرما رولر وشايف ان لها لازمه. هو مثلا بيقول ان المينوكسيديل الفموي ده ما ينفعش اي حد يستخدمه بسبب ان هو مكتوب عليه تحذير بلاك بوكس. انا بقول ان المينوكسيديل الفموي بجرعات معينه ممكن يتم استخدامه لبعض الاشخاص على حسب حالتك. هو مثلا بيقول ان مش لازم تستخدم دوتاسرايد والفيناسرايد كفيل لمعظم الناس. انا بقول ان الدوتاسرايد ممكن يتم استخدامه لبعض الاشخاص لو الفيناسرايد ما جابش نتيجه. غير كده مثلا هو اقدم مني، فطبيعي مثلا انا بعمل فيديو، فهو عشان هو بيعمل ابلود كتير فهو ممكن يكون قال فيديو عنه، بس مش بالضروره ان كلامنا يبقى شبه واحد. يعني مثلا لو جيت تحسبها بالطريقه دي، ففيديو الجاك انهبيتور انا يعتبر من اوائل الناس على اليوتيوب اللي عملت فيديو عن الفئه دي من الادويه، حتى قبل ما ياخد تصريح الاف دي اي. بعدها كيفن مان بعدها بشهر لقيته منزل الفيديو ده، انا كنت واخد بالي لان انا متابع القناه بتاعته. فهل ده معناه ان هو كيفن مان او هير كافيه سرق الفيديو بتاعي؟ لا، ما سرقش الفيديو بتاعي. هي شويه حاجات بتبقى ترندنج فاحنا بنحولها لمحتوى عشان مثلا ايه يكون لنا السبق، انما مش لازم ان احنا بنكون بنقلد بعض. طب على كده بقى المفروض ان انا بعد الفيديو الفينسترايد الموضعي، كيفيه تحضير الفينسترايد الموضعي، انت وعمرو خاطر والمفروض كل الناس دي يعتبروا بقى بيقلدوني. انا ممكن اقول كده، انا ممكن اقول بعد ما انا قلت عن الفينسترايد والمينوكسيديل والاستخدام الامن ليهم والحاجات دي كلها، وكذا واحد بعدها مشي ورايا ان هو بيتكلم عن الاستخدام الامن للادويه دي، ان هم بيقلدوني. لا، هي الفكره كلها ان احنا بنتكلم في نيتش معين، فطبيعي ان العناوين تتشابه بس مش لازم ان المحتوى يكون واحد. فكره بقى ان انا بقلد هير كافيه عشان انا بهاجم الناس، طب انت اصلا شفت الفيديوهات اللي هو بيهاجم فيها الناس؟ برضه بيهاجم ناس زيك بتحاول تنصب على الناس ان هي تحاول تافور في الاعراض الجانبيه للفينسترايد والمينوكسيديل اللي هي الادويه المصرحه، ويحاولوا يماركتوا لحاجه عشبيه او منتج تبع الشركه بتاعتهم. هو برضه بيمسك الناس دي ويفصص الدراسات اللي حوالين الموضوع ده ويثبت للناس ان الناس دي نصابه. فلو انا بتشابه في هير كافيه في الاسلوب ده، فانا يا ريت ان انا ابقى هير كافيه وما بقاش ان انا واحد زيك. بالنسبه بقى لتاريخ البسيط، فانا كل اللي انا قلته في الفيديو عن البسيط قلت ان هو شخص كان عامل عمليه زراعه، بعدها اشتهر على اليوتيوب بسبب عمليه الزراعه اللي هو عملها والفلوجز اللي كان بيعملها عليها وشويه فيديوهات عن الروزميري والعلاج الذي اخفاه عنق الاطباء. وبعدها جاي دلوقتي بيروج لمنتج نيو هير لوشن اللي هو بيكسب منه بكذا طريقه وبيربح منه بصوره كبيره جدا. كل اللي انا قلته في الفيديو ان عيب ان يكون تجربتك كلها بالزراعه وبعدين تيجي تروج للمنتج ده وما تردش على الناس غير اللي هي بتقول لك تشتري منين وبتمسح الكومنتات وشغل اطفال على الاخر. يعني انت ما بتسيبش غير الكومنتات اللي في صفك وتمسح الكومنتات التانية، ما بتردش غير على الناس اللي عايزه منك المنتج، وجاي دلوقتي تشتم فيها وخلاص. وبعدين بقى بيقول لك ايه، اصل انت عدد السبسكرايبرز بتاعك قليل، اصل انت قليل، اصل انت. على فكره هي مش بكده. طب ما على كده مثلا لما ممكن اللي هم الرقاصين او الناس اللي بتهز وتخلع عندهم ارقام ضعفي وضعفك وضعف كل الناس بتوع الشعر، ده معناها مثلا ان هم انجح مني ومنك؟ مفيش الكلام ده. انت ممكن تكون مثلا رقاصه، او ممكن تكون شخص مغني او مطرب، او ممكن تكون شخص مالكش لازمه في الحياه بس طلعت ترند ويبقى عندك سبسكرايبرز وفلوس وفيوز اكتر مني ومنك ومن كل الناس، بس في الاول وفي الاخر انت محتواك رقص، محتواك شخلعه، يعني محتواك مش مفيد. فعدد السبسكرايبرز وعدد الفيوز مش مقياس نهائي. وعلى فكره انا السبسكرايبرز اللي عندي والفيوز مش قليلين، يعني انا شخص يا دوبك لسه مكمل سنه على اليوتيوب وعندي حوالي 8000 وشويه سبسكرايبر، مفعل الاد ريفينيو من بعد 3 شهور بس على اليوتيوب. الفيوهات بتاعتي عاليه جدا، وكل شهر لما باجي اشوف الاناليتكس بلاقي ان هي القناه زايده. فهي مساله وقت ان القناه تلمع ويبقى عندها سبسكرايبرز وفيو. كل اللي انا عليا ان انا اركز ان المحتوى يكون جيد، وان انا اوصل رسالتي اللي هي الاستخدام الامن للادويه، واحاول ان انا ما اروجش المنتج الا لو المنتج ده انا شايف ان هو فعلا فعال وبستخدمه بصوره يوميه، فمفيش مشكله ان انا اروجه. يعني هي دي المبادئ بتاعتي في القناه بتاعتي. انما مش لازم مثلا احط انا عنوان اللي هو المنتج الذي اخفاه عنق الاطباء، اروح مثلا ازرع ولا استخدم ادويه وبعدين اقول لك ان العشبه دي هي اللي عملت لي النتيجه دي. مش لازم اعمل كل الكلام ده. وبعدها بقى يقول لك ايه، اصل هو سنه صغير وشكله شنب اعدادي. حبيب قلبي، انت ما عندكش مرايه في البيت. انت لو جيت تبص على نفسك فانت تلاقي ان انت المكافئ المصري لواحد اسمه نيكادو افوكادو. وانا عندي 16 سنه كان شكلي ماسكلا عنك. يعني كونك ان انت مثلا 28 وانا 22 دي مش نقطه تفليكس بيها. انت ممكن تكون مثلا عندك 30 35 40 سنه بس لا تفقه شيء في الحياه، عادي يعني، هي مش معضله. وبعدين بقى جايب سكرين شوت من الشوب بتاعي اللي انا كنت ببيع فيه ديرما رولر وديرما بن. ايه المشكله؟ كنت ببيع ديرما رولر وديرما بن وكنت عامل
عليهم فيديوهات والابحاث بتقول ايه عليهم وازاي يحسنوا نتيجه المونوكسيديل، وبعدها شلتها اصلا. يعني انا ما عدتش بتاجر في الديرما رولر ولا الديرما بن من حوالي 4 شهور او 5 شهور، ولسبب واحد بس، ان ما كنتش قادر ان انا انافس مع اسعار الجمله. يعني انا مثلا عشان اشتري المنتج واحطه عندي وبعدها اعمله شحن، فانا مش هقدر ان انا ابيعه بسعر اقل من السعر اللي الصيدليه بتبيعه او الناس بتوع الجمله بيبيعوه او حتى بتوع امازون بيبيعوه. فاللي هو انا مش هعرف انافس نهائي، واضطر ان انا اعلي السعر. في الناس ممكن مثلا تقول عليا ان انا بنصب في السعر، بس انا فعلا مش قادر ان انا انزل السعر بتاعه، والا كده هكون بخسر في البضاعه. فخلاص قررت ان انا ما عدتش هتاجر في الديرما رولر ولا الديرما بين ولا اوجع دماغي. وبالذات برضو ان هو المقاسات ساعات كانت بتروح غلط، حاجات كده غريبه، فبضطر ان انا ادفع للناس فلوس تعويض من معايا. فانا قلت ان خلاص مش هبيعها. انما انت جايب سكرين شوت تقديمه اصلا من عندي في الموقع، فده معناه ان انت متابعني من زمان، مش زي ما انت بتقول ان انت ما تعرفش عني حاجه. النقطه بقى اللي بعدها اللي هو بيقول ان انا الناس بتدفع لي فلوس فيديو كول عشان اعمل لهم كده في الكاميرا. والله مش ذنبي ان انت كل الناس اللي بتدفع لهم فلوس فيديو كول بيعملوا لك كده. انما الناس اللي بتخش تكلمني في الحقيقه لو جيت تشوف الانسايتس او الاناليتكس، هي مش ناس عاديه، مش ناس لسه بتعاني من الصلع الوراثي، ده ناس راحت لدكاتره ولفت واستخدمت ده وما استخدمتش ده. في منهم دكاتره اصلا، يعني انا حوالي 40 ل 50% من الكلاينتس اللي عندي اساسا يا اما دكاتره يا اما صيادله، يعني ما هماش ناس عاديه. في ناس ممكن تستغرب من الموضوع ده، بس انا معظم الناس او معظم الشريحه اللي بتجيلي هم دكاتره اصلا، بيكونوا مثلا معجبين بالاسلوب العلمي بتاعي، بيكونوا معجبين بالقدره بتاعتي ان انا اعمل ريسيرش. الكلام ده مفاجئ لبعض الناس، في دكاتره ما بتعرفش تعمل ريسيرش عادي، ما بتعرفش تقرا دراسات، ما بتعرفش ان هي تحلل الدراسه اللي قدامها. دي حاجه ما بتتعلمهاش في كليه الطب، دي حاجه انت لازم تكون بتتعلمها من نفسك، يا اما انت شخص بقى PhD ومقضي حياتك كلها في المعامل، وغالبا الشخص ده مش هيكون فاضي انه يعمل يوتيوب. فانا دامج ما بين الحاجتين دول، وفي نفس الوقت عرض الاستشاره بتاعتي، فده بيخلي ناس كتيره تتصل بيا عادي. وحرفيا القيمه مقابل السعر اللي انا بقدمها لك بتكون عاليه جدا، وعمر ما حد مثلا حجز عندي استشاره وبعدها حس ان هو ما خدش اللي هو عايزه. بالنسبه بقى لنقطه ان انا بتاع لانجري، فوالله انت جيت للشخص الغلط، انا مش ببيع لانجري نهائي. بس لو انت عايز في عيد ميلادك ابعت لك دسه لانجري، ما عنديش اي مشكله. قول لي بس العنوان فين، وقول لي عيد ميلادك امتى، وانا ابعت لك دسه لانجري حلوين ليك يعني. بس قول لي برضو المقاس اللي انت عايزه. النقطه اللي بعدها عشان يروج لنيو هير لوشن بتاعه، عشان مثلا برضو يسوق سمعتي، فبيقول ان انا بدي للناس ادويه بتجيب عقم وبتجيب سرطان وبلا بلا بلا. طبعا انا ما بديش ادويه لحد، انا بقول دايما استشير طبيبك. ولو انا بدي ادويه للناس وخلاص، فمش هتلاقي ان انا عامل فيديو من اقوى الفيديوهات على اليوتيوب سواء باللغه العربيه وبالانجليزيه اسمه الاستخدام الامن للفيناسترايد، ازاي تتعامل مع الاعراض الجانبيه من الفيناسترايد، بدائل الفيناسترايد، تعمل ايه لو ظهر لك اعراض جانبيه من الفيناسترايد، واشخاص يفضل ان هم ما يستخدموش الفيناسترايد. يعني انا بقول بالنسب والادله العلميه ايه هي الاعراض الجانبيه الممكنه من الدواء ده، وبقول لك ازاي تتعامل مع الاعراض الجانبيه دي لو ظهرت لك وازاي تتجنبها. يعني مش هتلاقي حد ولا دكتور عنده الوقت ان هو يعمل لك اكتر من ساعتين من المعلومات القيمه ويديها لك كده وخلاص. وطبعا المعلومات دي انا اديتها ببلاش، وده اللي هيفضل يحصل في القناه هنا. يعني انا هفضل هنا اديكم معلومات ببلاش. انما بقى هو يقول لك ان بدي للناس ادويه مش عارف بتسبب كذا وكذا، وانما انا منتج نيو ريلوشن بتاعي طبيعي. طب تعالى كده نشوف منتج نيو ريلوشن ده هل ملوش اعراض جانبيه ولا لا. منتج نيو ريلوشن المكونات الاساسيه اللي فيه تعتبر سوبر ميتو جينسينج وهورس تيل اكستراكت. النيو ريلوشن ما عليهوش اي دراسات، فاحنا ما نقدرش نشوف هل في اعراض جانبيه ظهرت في الدراسات ولا لا. بس احنا لو جينا نفصص كل منتج او كل ماده فعاله فيهم ونشوف الفوائد والاعراض الجانبيه، فالسوبر ميتو انا قلت ان ملهاش اي لازمه، لان هي ما بتشتغلش ك5 الفا ريدكتيز بصوره موضعيه، ولا هي بتقلل الدي اتش تي بصوره موضعيه، ولا هي تعتبر اندروجين ريسبتور بلوكر بصوره موضعيه، فملهاش اي دور لعلاج الصلع الوراثي. بس السوبر ميتو لو انت استخدمتها، وخاصه لو قبلها ديرما رولر اللي بتزود السيستميك ابزوربشن، فانت ممكن تعرض نفسك لفرصه اريكتايل ديسفانكشن، لوس اوف ليبيدو، وكل المشاكل اللي زي الفيناسترايد ممكن يعملها بالظبط، لان هي لما بتخش سيستميك فهي بتشتغل برضو ك5 الفا ريدكتيز بس بصوره ضعيفه. ده غير كده اصلا السوبر ميتو مشهوره ان هو بيحصل لها ادلترنت بصوره كبيره جدا، وبيكون فيها نسبه هيفي ميتالز، فممكن تكون مغشوشه وتسبب لك توكسيسيتي. وبرضو كان في شويه كيس ريبورتس موجودين على الانترنت ان السوبر ميتو بتؤدي الى مشاكل في الكلى ومشاكل في الاستومك. جميل. بالنسبه بقى للجينسينج، مش لازم اقول برضو ان السوبر ميتو ما ينفعش يتاخد اثناء فتره الحمل. يعني لو انت ست والمفروض تستخدمي النيو هير لوشن وتستخدمي الديرما رولر، فما ينفعش ان انت تستخدمي ده، لان السوبر ميتو لو دخل فهو زيه زي الفيناسترايد بالظبط، وممكن يسبب تشوهات في الاجنه. بالنسبه بقى لتاني مكون في السوبر في النيو هير لوشن اللي هو البانكس جينسينج، فالجينسينج عليه دراسات كتيره جدا ان هو فعال بصوره فمويه لامراض
امراض كتيره. بس الجينسنج برضو في مشاكل واعراض جانبيه ممكن تحصل صوره فمويه. طبعا انت بتستخدموش بصوره فمويه، فده ممكن يقلل فرصه الاعراض الجانبيه ان هي ما تجيلكش اصلا. بس راعي ان معظم الناس اللي بتستخدم نيو ريلوشن بتستخدم قبليه ديرما رولر، فانت بتزود فرصه الابزوربشن او فرصه الامتصاص. فبعض الاعراض الجانبيه المعروفه للجينسنج اللي هو ممكن يسبب انسومنيا او ارق، ممكن مثلا يسبب مشاكل او اضطرابات في الدوره الشهريه لو ست اللي هتستخدمه، ممكن يسبب الم في البريست او وجع في الثدي، ممكن مثلا يزود الهارت ريت او يزود ضربات القلب، ممكن يسبب انخفاض او ارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب صداع، ممكن يسبب فقدان الشهيه، ممكن يسبب اسهال، ممكن يسبب حكه، ممكن يسبب رشح، ممكن يسبب صداع، دوران، تغيرات في المزاج، فاجينال بليدنج. وواحد من المكونات اللي موجوده في البانكس جينسنج يعتبر unsafe during pregnancy، يعني ما ينفعش ان الست الحامل تستخدمه اثناء فتره البريجننسي، وخاصه لو استخدمه بصوره فمويه. طبعا انا هكرر ان احنا لما انت بتستخدم نيو ريلوشن قبل ديرما رولر فانت بتزود فرصه السيستميك ابزوربشن اللي هي بتدخل الماده الفعاله في جسم الانسان، فانت ممكن تكون عرضه للاعراض الجانبيه دي او تزود فرصه الاعراض الجانبيه دي. بالنسبه بقى للهورس تيل، فالاشخاص اللي عندهم مشاكل في الكليه، فالهورس تيل ممكن يزود فرصه نسبه البوتاسيوم اللي ممكن يعرضهم لمشاكل صحيه كتيره، وخاصه مثلا لو انت هتدمجه مع سبايرونولاكتون اللي بيزود نسبه البوتاسيوم، او مثلا هتدمجه مع ادويه الضغط اللي بتزود نسبه البوتاسيوم، فممكن تؤدي الى حدوث الهايبركاليميا، والهايبركاليميا ممكن تكون انسيف. وبعد كده النبته دي اصلا صعب ان انت تفصل النيكوتين منها لان هو بيكون فيها نسبه نيكوتين عاليه، فلو انت شخص بتدخن وبطلت مثلا تدخين فهيكون صعب انك تبطله. ولو انت اصلا عندك حساسيه من النيكوتين فممكن يعرضك لاعراض جانبيه. وفي كيس ريبورتس موجودين على النت مثلا لست عندها 56 سنه حصل لها التهاب في البنكرياس بعد ما خدت الهورس تيل، وحصل لها انفلاميشن في البنكرياس او التهاب في البنكرياس، والاعراض الجانبيه بتاعتها راحت لما هي بطلت تستخدم الدواء. وبرده ان الاستخدام المدى الطويل للهورس تيل ممكن ان انت يعرضك لانخفاض مستويات فيتامين بي 1، وممكن يوصلك لفيتامين بي 1 ديفيشنسي او نقص في مستويات الفيتامين بي 1، لان هو بيقلل مستويات الصيامين، وده هيكون مشكله كبيره لو انت مثلا شخص في جيناتك ان انت عندك نقص فيه، او مثلا بتشرب الكحول بسرعه عاليه. طبعا البسيط ما قالكش الكلام ده مش بسبب ان هو بيحاول ان هو يداري على منتج نيو ريلوشن ان هو يقول ان هو امن او كده، لا، البسيط ما قالكش الكلام ده لان البسيط ده مش مجاله، ولا يفقه اي شيء في العلم الصيدلي، ولا يفقه اي شيء عن الاكتيف انجريدينتس، ولا يفقه اي شيء عن الميكانيزم اوف اكشن، سيف يوز اوف دراجز، الافكت، السايد افكتس، كل الكلام ده البسيط ما عندوش خلفيه علميه عنه. فهو ما تقلقش، هو مش بيحاول ينصب عليك ان هو ما قالكش الكلام ده، لا، هو ما فيش دراسات على نيو ريلوشن، فما فيش حد هيطلع يقول لك الكلام ده، انما كل اللي هيقولوه ان هو طالما من مكونات طبيعيه فهيبقى سيف تو يوز. وزي ما انا قلت في القناه بتاعتي هنا قبل كده، ما فيش حاجه اسمها عشان الدواء او المنتج ده من مواد طبيعيه يبقى هو امن، لا، في حاجه اسمها الاكتيف انجريدينتس، والاكتيف انجريدينتس ده التركيز كام، والتركيز ده بيؤدي الى حدوث فوائد ايه واعراض جانبيه ايه، ولو انت بتستخدم حاجه تانية بتعمل انتراكشن معاه فانت ممكن تزود السميه ولا تقللها، ولا محتاج تزود الجرعه ولا تقلل الجرعه. كل ده مش شغل المهندس، كل ده شغل الصيدلي، الشخص الخبير الاول والاوحد بالدواء اكتر من الطبيب ذات نفسه. انا مثلا في الكليه عندي انا ما درستش فارماكولوجي ولا كلينيكال فارماكولوجي ولا درست الفايتوكيمستري ولا درست البوتاني ولا درست كل الحاجات دي عشان يجي شخص مهندس يعلمني انا الاعشاب ان هي المفروض افضل من الادويه، او يقول لي كلام عبيط زي ده. خلي كل حد يتكلم في مجاله. يعني انا هنا في القناه بتاعتي ولا عمري قلت ان انا طبيب ولا اي حاجه، انا اسمي فارماكوجون سيف يوز اوف دراجز، بتكلم على الاستخدام الامن للادويه، تجربتي انا مع الادويه، وازاي لو انت مثلا عايز تستخدم الادويه دي فانت المفروض تستخدمها. عمري ما اهملت دور الطبيب، دايما بقول لك استشر طبيبك الاول، الخبير الاول والاوحد بالتشخيص، انما انا كصيدلي الخبير الاول بالدواء. فكل واحد يتكلم في مجاله، انما انا بتكلم في مجالي. انما ما تجيش انت مهندس عملت عمليه زراعه وبعدها تروج لمنتج من الطبيعه انه بديل للادويه وتعالوا اشتروا مني، وعمر ده ما بيفهمش حاجه، وخليه يطلع بالكارنيه وهعمل عليه قضيه احبسه، وتقعد تشغل لي قران وكل الكلام اللي في الفاضي ده. يعني مثلا لو كان شخص كان جاب لي مثلا نيو ريلوشن ده وقال لي هتروجه ازاي او هتستخدمه ازاي، كنت هقول لو انت شخص بتستخدم الادويه الاساسيه اللي هي الفينوستراد والمونوكسيديل والديرما رولر، حاجه بتقلل الدي اتش تي، حاجه بتحفز النمو، حاجه بتحفز استخدام الاثنين دول، ممكن انت تستخدم نيو ريلوشن عشان مثلا في الجينسنج في دراسات عليه ان هو بيفعل الوينت كاتينين باس واي لنمو الشعر، فممكن يزود الاي جي اف 1، ممكن يعمل بلا بلا بلا، بتقعد تقول كلام كده علمي اللي موجود لبعض الدراسات اللي موجوده مثلا للجينسنج في انفيترو. انما ما تجيش مثلا تقول لي ان هو بديل للفينوستراد والمونوكسيديل ومش مخلوط بيهم، والنتائج دي 1 2 3 في شهر شهرين 3 من غير اي دليل علمي، من غير اي رقابه. شركه نيو ريلوشن دي مفيش اي رقابه عليها، مفيش
حد يروح يقول لها انت المنتج بتاعك فيه مكونات ايه، لان هي شركات تحت السلم، وشركات في الاول وفي الاخر كوزماتيك، يعني هي شركات في مستحضرات التجميل، مش في الاستخدام الصيدلي، مش في الاستخدام الدوائي. وبالنسبه بقى للناس اللي هم الفان بتوع البسيط اللي داخلين يتوزعوا على فيديوهاتي كلها يشتموا ويقول لك ده مش طبيب، ده مش طبيب، هو انتوا ما بتعرفوش تقروا؟ لو انتوا ما بتعرفوش تقروا فانا هوريكم حاجه. بصوا، لو انت شفت اليوتيوب بتاعي فهتلاقي في البايو ان انا كاتب كلينيكال فارماسيست، في الموقع بتاعي فانا كاتب فارماكوجون، جايه من كلمه فارماكولوجي، علم الدواء. لو مثلا دخلت على الويب سايت بتاعي فهتلاقي ان في المنيو ميديكال ديسكليمر ان عمر صاحب الموقع ده ليس بطبيب. يعني انتوا بتجيبوا التايهه، يعني لو انتوا ما بتعرفوش تقروا فهو الكلام ده وده ترجمته. لو انتوا بقى داخلين بقى اللي هو بتترولوا وخلاص فبراحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني كل اللي انتوا بتعملوه انتوا بتزودوا لي الريتش، فممكن ناس تانية تشوفني اكتر، وفي ناس تانية تكون عاقله اكتر تشوف الفيديوهات بتاعتي. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، ولو حابب تحجز استشاره مع البسيط وهيعمل لك كده في الفيديو بتاعه فهتلاقي اللينك بتاع القناه بتاعه برضو، ابحث في يوتيوب عنه. بس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.